لا تستسلم للفقر، بل اجعله وقودا لطموحك. الفقر ليس عيبا، لكنه يصبح قيدا فقط إذا استسلمت له. كم من العظماء خرجوا من بيوت متواضعة، وكم من الأبطال كتبوا مجدهم بأيديهم رغم قسوة الظروف. لا تدع قلة المال تحبطك، بل اجعلها دافعا لتثبت أن الإرادة الحقيقية لا تعرف حدودا. تعلم، اجتهد، وابدأ من حيث أنت بما تملك. فما تزرعه اليوم من تعب ستحصده غدا نجاحا وكرامة. الفقر مرحلة، لكن العزيمة قرار. افهم أن الفقر مرحلة وليس قدرا دائما، وأن التغيير يبدأ حين ترفض أن تعيش دور الضحية. تعلم، طور نفسك، وابحث عن الفرص حتى في أبسط الأشياء. اغتنم كل لحظة، وابدأ صغيرا، فالكبار بدأوا كذلك. واجه الحياة بابتسامة، وقل في نفسك: ربما لا أملك المال اليوم، لكن أملك الإصرار وسأصل. لا تترك أحدا يقنعك أنك لن تنجح لأنك فقير، فالفقر الحقيقي هو أن تفقد الأمل، لا أن تفتقد المال. قاوم وانهض واسعة، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وكل مجتهد له نصيب. حكمة: إذا لم تولد وفي يدك مفاتيح الثراء، فلا تنسى أن بيدك مفاتيح العزيمة، وهي وحدها تفتح لك أبواب المجد.